المثل اللي معانا النهاردة بيقول: جحا أولى بلحم طوره. والحكاية أصلها إن جحا كان عنده طور، يعني ثور، بيحرس بيه أرضه. وفي يوم الطور مرض وكان هيوقع من التعب. جحا قال لنفسه: أهو بدل ما يموت كده على الفاضي أذبحه وآكل لحمه أنا وعيالي. جاره جه وقال له: يا جحا اديني حتة من اللحم. والتاني قال له: هاتي نص رجل. والتالت قال له: كتير، خد مني تمنه بس، اديني شوية. جحا ضحك وقال لهم: يا جدعان، لو أنا مش أولى بلحم طوري أدي مين يعني؟ ومن يومها طلع المثل: جحا أولى بلحم طوري. يعني اللي بيتعب في حاجة أو يصرف عليها أو يربيها هو اللي أولى بيها، مش حد تاني. افتكر المثل ده لما حد يجي يشاركك في تعبك من غير ما يكون ليه فيه حق. لو عجبتك الحكاية اكتب لي تحت. تحب أجيب لك قصة جحا جديدة ولا مثل شعبي مختلف؟ مستنيك في الحكاية اللي جاية إن شاء الله.